خد بالك وحضرتك بتشتري عربية مستعملة. خدي بالك وحضرتك بتشتري عربية مستعملة. حاجة أساسية في شراء العربيات المستعملة، المفروض إن معظم إخواتنا وأخواتنا لما بيشتروا عربية مستعملة بتبقى في سوق سيارات، بتبقى في مكان، بتبقى في صالة عرض، أيا ما يكون وضعها. ومعظم الحالات الشراء دي حضرتك بيكون معاك الفلوس أو بتوعد الراجل صاحب العربية غالبا اليوم اللي بعديه، أو أنت بتحضر فلوسك وبتخلص في العربية على طول وبتستلمها فورا وبتمشي بيها. هنا المشكلة، لازم حضرتك علشان تحمي نفسك في شراء هذه العربية لازم تاخد حاجة اسمها محضر استلام السيارة. محضر استلام السيارة ده بتوقع حضرتك عليه وبيوقع عليه الشخص اللي باع لك السيارة. والأفضل إنك بتتوجه لأقرب قسم شرطة انت وهو، تعمل محضر اثبات حالة انك انت استلمت العربية المباعة في التاريخ والوقت اللي حضرتك هتذكره جوه المحضر. ليه؟ علشان في عربيات بتبقى عاملة مصايب، واحيانا ان اصحابها ذات نفسهم ما بيعرفوش. ازاي؟ ابنك خد السيارة او اخوك او جارك ايا ما يكون وحصل بالعربية ايا ما يكون جريمة ما، ترجع لك السيارة تاني وانت ما بتعلمش وبعت السيارة. القانون هيسأل مين؟ فعلشان تحمي نفسك امام القانون من اي حاجة عملتها السيارة لازم تعمل محضر اثبات الحالة. مش فقط محضر استلام السيارة العرفي اللي بيبقى في البيت او في المكتب او في صالة العربيات، لا، تاخد الشخص اللي هيبيع لك ده وتستلمها رسميا منه امام اقرب قسم شرطة او نقطة شرطة. كده انت في الامان وكده انت في السيف سايد. لما تيجي ترخص العربيه وتنقل ملكيتها باسمك او رخصتها انتهت وبتجددها ايا ما يكون وضعها، لو فوجئت ان عليها اي مشكله سواء في المرور او في اي محكمه، يبقى انت معاك ورقه رسميه تقدمها للقاضي فتاخد براءه من الموضوع. والسلام عليكم.